شكرا للزميل علي محمد علي. وهكذا مشاهدينا يسدل الستار عن هذه المباراة العصيبة. المنتخب المصري يحجز رسميا تأشيرة التأهل إلى دور الثمانية بعد مشوار صعب أمام المنتخب المغمور على الورق منتخب بنين، ولكن في الأخير منتخب بنين قدم اليوم عرضا جيدا أمام المنتخب المصري. مصر تتأهل إلى الدور ربع النهائي ويلاقي المتأهل من مباراة كوت ديفوار وبوركينا فاسو يوم السبت إن شاء الله في نفس المدينة، مدينة أجادير، المدينة التي وجه الخير على المنتخب المصري في هذه البطولة. فمبروك للجماهير المصرية، مبروك للمنتخب المصري ومدربه حسام حسن هذا الانتصار الذي أتى من رحم المعاناة. الانتصار وفوز أتى بصعوبة بعد أن المنتخب المصري كان في البداية وتفوق في المقدمة بهدف دون مقابل في الدقيقة تقريبا 63 لمروان عطية، لكن لم يستطع الحفاظ على هذا التقدم، وبخطأ مزدوج بين الدفاع وحارس المرمى محمد الشناوي تسبب في هدف التعادل، مما اضطر المنتخب المصري للجوء إلى أشواط إضافية، شوطين إضافيين، إلى أن استطاع المنتخب المصري أن يستفيق في الأمتار الأخيرة من هذه المباراة ويحقق الانتصار والتفوق وقطع تأشيرة التأهل الرسمية إلى دور الثمانية. فوز وانتصار كبير أتى من رحم المعاناة للمدرب العميد حسام حسن مدرب المنتخب المصري، الذي هناك بعض الأمور لابد أن يعالجها في المرحلة القادمة، وعلى رأسها تأتي الأمور البدنية للمنتخب المصري. مبروك كابتن وائل، مبروك كابتن محمدي، مبروك أيضا كابتن يوسف. المغرب بالأمس واليوم أيضا المنتخب المصري. تفضل كابتن وائل. مبروك طبعا للمنتخب وللاعبين وللجهاز الفني والتأهل للدور الثمانية. مباراة صعبة واحنا بنحب نصعبها جدا على نفسنا دايما يا أحمد. اعتقد احنا مش هنقابل اضعف واقل من المنتخب البنين، ولكن في النهايه تاهل وتاهل الحمد لله عليه. مبروك للاعبين وللجهاز الفني كابتن حسام حسن، وان شاء الله بالتوفيق في المباراه اللي جايه. مباراه تبقى صعبه واصعب بكتير من مباراه النهارده، انما ان شاء الله تبقى اللعيبه والجهاز الفني ظروفهم واختياراتهم افضل من كده. محمدي مبروك. مبروك لمنتخب مصر اولا، ومبروك لجماهير الكره المصريه. ثانيا نتمنى الشفاء للاعبين اللي اتصابوا اليوم، محمد حمدي وتريزيجيه. يمكن Avec Mohamed Salah, congratulations. It was a very tough game. Avec Mohamed Salah, congratulations. It was a very tough game. How did you manage the pressure during extra time? كيف تعاملت مع الضغط؟ بدنيا يمكن القول بأننا كنا أفضل من الفريق المنافس. المستوى متقارب بين الفريقين، وليس هناك فرق تخسر بأربعة وخمسة أهداف فارق، وأنا سعيد بأننا تمكنا من الفوز في النهاية. الناس يتحدثون عن المغرب وعن فرق أخرى، ولكن مصر منافسة أيضا. معظم اللاعبين في منتخب مصر يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ما يمكنني أن أقوله. قل لنا كيف كنت تحلم بأن تفوز بهذا اللقب يوما ما. لم أكن أحلم بأن ألعب في هذا المستوى، إذن هو شرف كبير لي. إن شاء الله طبعا يعني يكون التوفيق حليف صلاح في المرحلة القادمة. أكيد يا أحمد. يمكن هدف ممتاز من صلاح في اللحظات الأخيرة، كان عمل شغل كبير جدا خاصة في الهدف الأول مع محمد هاني في ناحية اليمين، وطبعا الكاونتر اتاك، وده الفرق ما بين صلاح وما بين مرموش. يمكن شفنا فرصة مرموش في الشوط الأول، صلاح بيملك من الخبرات وتعرض للموقف ده مرات عديدة، فتعامل معاه بشكل ممتاز وإنهاء ممتاز، قدر ان هو يحسم اللقاء لصالح منتخب مصر. شوف ان القادم هيبقى أصعب، يعني كابتن وائل اتكلم، القادم هيبقى اصعب، لان مباراه اليوم كان ممكن نخلصها من بدري، ولكن احنا صعبناها على نفسنا. فلازم الكابتن حسام الجهاز الفني يشوف الاخطاء، خاصه التشكيل من اول المباراه. لازم بعض العناصر تكون متغيره، بعض العناصر لازم تلعب في المراكز بتاعتها، فلازم يكون في تصحيح في الاربع خمس ايام القادمه. سنعود اليك والى شيبو والى وائل جمعه بالتفصيل في هذه النقاط. اذا مشاهدينا مبروك للمنتخب المصري التاهل الى دور الثمانيه بعد مباراه عصيبه بشوطين اضافيين امام منتخب بنين. فاصل مشاهدينا ثم نتواصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. مصر الى دور الثمانيه. كابتن شيبو، اداء
صعب لكن تاهل وهذا هو الاهم. طبعا اول شيء نبارك للكابتن وائل جمعه والكابتن احمد المحمدي ولك ايضا احمد. شكرا كابتن. تاهل مميز ومستحق لمنتخب مصر، تاريخ كبير واحد المرشحين كذلك الفوز بهذه البطوله. الشيء عندي ملاحظه فقط، لان في هذه البطوله المنطق احترم، يعني صح. في المجموعات دائما رؤوس المجموعات وثاني مجموعه كلهم تاهلوا، وفي دور الربع الى الان رؤوس المجموعات حتى تاهلوا، المغرب مع الكاميرون والان مصر. ننتظر كذلك نيجي مباراه نيجيريا، السنغال كذلك تاهل، وبالتالي كل الفرق المرشحه تاهلت. لهذا سنشاهد ربع نهائي ناري، نصف نهائي اكثر من ناري، والنهائي اكيد سيكون بطعم اخر. نتمنى ان شاء الله يكون جهنم ان شاء الله نتمنى يكون عربي ان شاء الله. ناري 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 طبعا الهدف طبعا الغالي لمحمد صلاح، وهو الهدف العاشر له في مسيرته في كأس الأمم الأفريقية، طبعا ليقترب من طبعا مدربه حسام حسن. هدف رائع بماركة الأسطورة محمد صلاح، بالفعل ينهي به هذه المباراة وتأهل مستحق. في الختام مشاهدينا اشكر ضيوفي الاعزاء كابتن وائل، شكرا جزيلا ومبروك. شكرا احمد، مبروك مره ثانيه للشعب المصري كله وللمنتخب واللاعبين. كابتن نيشو شكرا جزيلا. شكرا يا احمد. كابتن احمد محمد شكرا جزيلا. وكذا مشاهدينا نصل الى الختام، الشكر موصول لكل فريق العمل، دمتم بخير. Avec Mohamed Salah, congratulations. It was a very tough game. How did you manage the pressure during extra time? كيف تعاملت مع الضغط؟ بدنيا يمكنني القول بأننا كنا أفضل من الفريق المنافس. المستوى متقارب بين الفريقين، وليس هناك فرق تخسر ب4 و5 أهداف فارق. وأنا سعيد بأننا تمكنا من الفوز في النهاية. الناس يتحدثون عن المغرب وعن فرق أخرى، ولكن مصر منافسة أيضا. معظم اللاعبين في منتخب مصر يلعبون في الدوري المحلي، وهذا ما يمكنني أن أقوله. قل لنا كيف كنت تحلم بأن تفوز بهذا اللقب يوما ما. لم أكن أحلم بأن ألعب في هذا المستوى، إذن هو شرف كبير لي. إن شاء الله طبعا يعني يكون التوفيق حليف صلاح في المرحلة القادمة. أكيد يا أحمد، يمكن هدف ممتاز من صلاح في اللحظات الأخيرة، كان عمل شغل كبير جدا خاصة في الهدف الأول مع محمد هاني في ناحية اليمين، وطبعا الكاونتر اتاك، وده الفرق ما بين صلاح وما بين مرموش. يمكن شفنا فرصة مرموش في الشوط الأول، صلاح بيملك من الخبرات